بعد الحرب العالمية الثانية اتجهت الدول المنتصرة في الحرب لتقسيم التركة العالمية ورسم صورة جديدة للعالم، وبعد اختلاف موازين القوى في العالم أصبحت أمريكا هي القوى العسكرية الأولى في العالم، وده اللي مكنها من وضع كتير من تفاصيل هذه الصورة الجديدة للعالم. قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعاملوا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. كلنا عارفين ان اي دولة علشان تطبع فلوس لازم يكون عندها غطاء ذهبي للفلوس دي، والا هيحصل تضخم زي اللي حصل في المانيا وحصل في زيمبابوي، وده لما الحكومة قررت انها تطبع فلوس بدون غطاء ذهبي. يعني ببساطة الذهب هو اللي بيتحكم في كم الفلوس اللي تقدر تطبعها من عملتك، وقوتك كدولة اقتصاديا وعسكريا هي اللي بتقدر تتحكم في قوة عملتك. طيب هنا السؤال، ليه الدولار هو العملة الرئيسية في العالم كله؟ وليه هو المرجع او المقياس لكل العملات في العالم كله؟ امريكا بعد الحرب العالمية الثانية كان وضعها الاقتصادي والعسكري قوي جدا، بل هي كانت الأقوى في العالم في الوقت ده، وده لأن أوروبا كلها كانت هي ساحة الحرب العالمية الثانية، وأمريكا كانت في قارة تانية وما شاركتش في الحرب أوي، وكمان زادت الهيمنة الأمريكية بعد انتهاء الحرب بامتلاكها سلاح نووي، يعني كانت سيطرة من كل الجوانب. طبعا في الوقت ده الدنيا كانت متدمرة في كل العالم، وأمريكا في الوقت ده كانت بتمتلك أكتر من تلتين الذهب في العالم كله، فأمريكا شافت إن هو ده الوقت وهي دي الفرصة بتاعتها، إن هي والدولار بتاعها لازم هما اللي يحكموا العالم. امريكا لعبت لعبتها واستغلت الاوضاع دي وقررت انها تركب العالم اقتصاديا وتخلي الدولار هو العمله الاولى في العالم والمعيار لكل عملات العالم. وفعلا سنه 1944 وقرب انتهاء الحرب العالميه الثانيه اجتمع حوالي 730 مندوب من حوالين العالم ل 44 دوله من دول الحلفاء، وده كان بدعوه رسميه من امريكا في منطقه اسمها بريتون وودز علشان يتفقوا على شكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وبالفعل عملوا اتفاقيه بريتون وودز، وهي اعتماد الدولار كعمله بديله للذهب في العالم. وكان في الوقت ده زي ما قلنا امريكا عندها تلتين احتياطي الذهب في العالم كله. الحقيقه ان امريكا وقتها في اتفاقيه بريتون وودز اتعهدت قدام دول العالم بانها ستمتلك غطاء من الذهب يوازي كل دولار هتطبعه مطابعها، وكانت الاتفاقيه بتنص على اي حد او اي دوله بتمتلك دولار يقدر ياخد قصاده ذهب من امريكا. يعني وقتها لو بتمتلك 35 دولار تقدر تبدلهم باوقيه من الذهب، وده كان ثمنها وقتها. وبالفعل اصبح الدولار يسمى بالعمله الصعبه، واكتسب ثقة دولية كبيرة جدا لاطمئنان الدول لوجود غطاء ذهبي ليه. وبالفعل اتربعت أمريكا على العرش الاقتصادي العالمي، وبقت كل وأضخم العمليات الاقتصادية في العالم بتتم بالدولار الأمريكي، وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات علشان تقدر تطبع قصاده فلوس من عملتها. وكده كده الذهب موجود في أمريكا، يعني نقدر نحول الدولارات دي لذهب في أي وقت زي ما تعهدت أمريكا. استمر الوضع على كده لحد ما جه الوقت اللي هيتصدم فيه العالم كله. سنة 1971 خرج الرئيس نيكسون على العالم في مشهد محدش يتصوره حتى في افلام الخيال العلمي، ورمى القنبله بتاعته وصدم كل سكان الكره الارضيه، واللي قال ان الولايات المتحده لن تسلم حامله دولارات ما يقابله من ذهب، عشان يكتشف العالم ان الولايات المتحده كانت بتطبع دولارات بعيد عن وجود غطاء ذهبي ليها، وانها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنه اوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها، بمعنى ان الدولارات ببساطه عباره عن اوراق بتطبعها الماكينات الامريكيه، وبعدين بتحدد امريكا قيمه الورقه فقط بالرقم اللي هتكتبه عليها، زي 10 او 20 او 100 دولار على حسب ما هي عايزه. لكن في الحقيقه الثلاث ورقات هم نفس القيمه والوهم، اختلف بس الرقم المطبوع على الورقه. وقتها بكل بساطه طلع الرئيس نيكسون يعتذر ويتاسف للعالم. طيب الدول العظمى زي فرنسا وانجلترا واللي كان عندها دولارات كتير تسكت؟ الحقيقه سكتوا، لان ببساطه الدول دي كان عندها في خزائنها دولارات كتيره جدا، واي حاجه هتحصل للدولار وقتها مش هتبقى في صالحها. والحقيقه ان اقتصاد العالم زي ما قلنا كان قايم كله على الدولار، واي سقوط للدولار هيعني سقوط الدول دي قبل الدولار نفسه. اعلن نيكسون وقتها ان الدولار هيعود، يعني هينزل في السوق تحت المضاربه، وسعر صرفه هيحدده العرض والطلب، وده طبعا بدعوى ان الدولار قوي بقوه امريكا وقوه اقتصادها. وبالفعل وثقت الدول في امريكا، وما كانش عندها حل غير كده، وما قدرتش اي دوله من الاعتراض واعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد، لان ده معناه ان كل اللي خزنته الدول دي في بنوكها وخزائنها من مليارات الدولارات هيصبح ورق بلا قيمه، ودي النتيجه اللي هتبقى اكتر كارثيه من اعلان نيكسون نفسه. اتسمت الحادثه العالميه دي بصدمه نيكسون، وتقدر بس تكتب في محركات البحث نيكسون شوك علشان تكتشف انها حادثه كتبت عنها الاف الصفحات والدراسات والتحليلات. وختم نيكسون وقتها خطابه الشهير بجملته
جملته الشهيرة واللي قال: يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب أن يلعبوها كما وضعناها. وادت أمريكا قفل العالم كله ما زال إلى الآن لم يستفيق من صدمته، وأصبحت أمريكا تطبع دولارات وتشتري اللي هي عايزاه من أي دولة في العالم بلا حساب. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.